السلام عليكم إخواني أخواتي. في فيديو اليوم سنتحدث عن خط غرينتش، الخط الوهمي الذي يعبر بريطانيا العظمى والبحر الأبيض المتوسط وينزل للجزائر ويواصل إلى إفريقيا والمحيط. هذا الخط هو خط اعتمد في القرن الثامن عشر من أجل ضبط الزمن أو التوقيت الزمني لدول العالم. يعني هذا الخط من على غربه زائد ساعة وعلى شرقه ناقص ساعة. نحن الآن خرجنا من مدينة مستغانم إلى مكان عبور هذا الخط الوهمي، خط غرينتش. نحن في الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينة مستغانم ومدينة وهران، حوالي 15 كيلومتر من مدينة مستغانم. سنجد هذا الخط أو علامة هذا الخط أين متواجد في بلدية استيديا التابعة لولاية مستغانم. إن شاء الله بعد لحظات سنلتحق بالمكان أين يمر هذا الخط الوهمي، الخط الزمني الذي يعتمد عليه ساكنة العالم من أجل ضبط الوقت، يعني الزمن. هذا الخط كما قلنا يتواجد في ولاية مستغانم بالضبط في بلدية استيديا، ونعتمده لمعرفة الوقت. يعني كل دول العالم أو جل دول العالم تعتمد على خط لتحديد الزمن. ونحن في طريقنا متوجهين إلى المكان بالضبط أين يعبر هذا الخط. نحن نشاهد مناظر طبيعية، جمال خلاب لولاية مستغانم. هي منطقة فلاحية بامتياز. نشاهد على اليمين الاخضرار، الطبيعة الجميلة، كذلك بعد هطول أمطار في هذه المدة الأخيرة. وكما نقول بأن مستغانم هي ولاية شاطئية متواجدة تطل على البحر الأبيض المتوسط من الجهة الغربية. بعد لحظات إن شاء الله سنلتحق بالمكان أين العلامة خط غرينتش. تعالوا معنا نواصل ما بعد لحظات إن شاء الله. كما قلت سنصل إلى هذا المكان. ها قد وصلنا، نشاهد ها قد وصلنا إلى المكان الذي يعبر من خلاله خط غرينتش. نعم، نشاهد هنا هذه اللوحة. نشاهد جيدا بلدية استيديا، مدار غرينتش، le méridien de Greenwich. سننزل ونشاهد ذلك جيدا إن شاء الله. نشوف هنا الغابة، جمال الطبيعة. هنا شمالا أو شرقا ولاية مستغانم. نشاهد ولاية مستغانم على الشط البحر. نشاهد هنا شمالا البحر. ونعود إلى اللوحة التي تحدد هذا المكان، هذه اللوحة. وسنشاهد كذلك الخط في الطريق. هذه هي اللوحة رقم 11، الطريق الوطني رقم 11 بلدية استيديا، مدار غرينتش. نشاهد هنا الأسفل، نشاهد الخط. هذا هو الخط الوهمي الذي يمر فوقه أو من خلاله خط غرينتش. نعود إلى اللوحة. نشاهد جيدا خط غرينتش كما قلنا يمر من ولاية مستغانم، يعني من دولة الجزائر، ويأتي من الشمال من بريطانيا، ويعبر التراب الفرنسي البحر الأبيض المتوسط. إذا كنت